البلجيكيه كتحبس زيت الزيتون والدسوس من اكادير في بلجيكا كلها، وكتقول لهم رجعوا داك الشيء راه خطر على صحه المواطنين. لكن حنا في اكادير زيت الزيتون والدسوس شكون اللي خبرنا بان فيها مواد خطيره على صحه المواطنين؟ شحال من عشرات ولا مئات الالاف من المواطنين كلاو شربوا هاد الزيت هادي. واش فيهم السرطان واش ما فيهمش ولا واش خبرتنا شي جهه؟ حتى شي واحد. حتى كنسمعوا في بلجيكا راه خرجت بيان رسمي. اتصلت بالسلطات البلجيكيه المختصه وقلت لهم الله يخليكم كيفاش هاد القضيه؟ قالوا لي ممنوعه، اش فيها دونك ممنوع التسويق ديالها في التراب البلجيكي. وحنا عيطت لونسا، واش درتوا تحاليل كيفاش واقع وهذا؟ لا جواب. عيطت للشركه، عيطت لهم بالضبط 14 مره، الله يخليكم راه علاش كنعيطوا هادي وهادي راه موقع مغرب تايمز راه ما بقاوش كيجاوبوا. حتى واحد ما بغى يدوي في الموضوع، وروينا نايضه والمواطن المغربي كيتسرطن وعطيه الامراض وعطيه ياكل وحتى شي واحد ما كيدوي على هادشي.